اهلا اهلا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جيت لكم فيديو جديد، وفيديو النهارده زي ما انتم شايفين كده روتين في المطبخ بعد الفطار بقى. مش بعد الفطار، بعد المدعكه بتاعه الفطار. انا مش عارفه ازاي احنا 3 انفار في البيت او 2 ونص يعني يعتبر. والمواعين دي انا ليل ونهار بغسل مواعين بجد. يا رب ارزقني بغسالة اطباق يا رب. كل انا وكل اللي يحط لايك ان شاء الله. لو شفتي الفيديو انزلي حطي لايك واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس. هنا انا كنت بقى بعمل بلح، لان انا جوزي بيحب ياكل البلح اللي هو الناشف ده، مش ما بيحبش الطري. فكنت بعمله له من بالليل عشان على الفطار يبقى ساقع بقى وكده، وحطيت فيه جوز هند وزبيب والكلام ده. قلت هنا بقى ايه، ابتدي ان انا انضف الرخامه. الكلام ده بعد الفطار. انا بحب انضف المطبخ بعد الفطار عشان على السحور لو هدخل هعمل حاجه يبقى المطبخ نظيف والمه كده على طول، وعشان لما اصحى اعمل فطار تاني يوم يبقى ايه المطبخ نظيف وزي الفل وما فيهوش حاجه. وطبعا عايزه تبقى ايدي في الحاجه طول الوقت علشان ما اجيش بقى اعمل تنظيفه العيد يطلع عيني. اي نعم في شويه ظرف كده اتكركبت في المطبخ بس مش مشكله. باقي الشقة نظيفة. طبعا الدواليب اتبهدلت شوية طبعا، برص الحاجات وبطلع الحاجات، فبرضو عايزة اظبطها. عايزة كمان افوق بقى عشان عايزة انزل اجيب لبس العيد، وعيد ميلاد يوسف ان شاء الله هيبقى اول يوم العيد، فعايزة اجهز له واظبط كده شوية حاجات عشان على اول العيد كده تبقى دنيتي تمام. ابقى جايبه له بقى اللبس بتاع عيد ميلاده، وهو هيبقى هو نفس طقم العيد يعني، هو طقم عيد ميلاده. واتفق له على التورتايه اللي هو عايزها، وانزل اجيب لنفسي طبعا لبس، لان انا كل هدومي الصيفي بقت كبيره جدا عليا، ومفيش اوبشن ان انا اضيقها او كده، فهطلعها يعني لحد يكون جسمه مليان شويه. مش هقدر البسها تاني، ومفيش ترزي عارف يظبط لي الدنيا، فهجيب لبس من اول وجديد، وده حوار بقى تاني يعني. لسه عايزه انزل اشوف هجيب ايه. طبعا هنا خلاص بقى انا غسلت الرخامات كويس، وقلت بقى ايه، ادخل اشطب شويه المواعين. عايزه اقول لكم ان دي مواعين الفطار، وانا مش عارفه ازاي مواعين الفطار دي كلها بتطلع بجد يعني. بعد بقى ما قعدنا انا وجوزي وكده بيقولي ان شاء الله بقى السنه الجايه شوفي انتي محتاجه ايه. قلت له انا محتاجه عجان، ومحتاجه غساله اطباق، وفي كذا حاجه كده محتاجه. فقعد يقول لي لا انت عايزاني اسرق بقى يعني. انت عارفه على اول السنه غساله الاطباق تبقى بكام؟ فانا نفسي بجد ان انا اشتري غساله اطباق، فبتمنى يعني من ربنا ان انا اقدر اشتريها، لان فعلا يعني على الاقل اغسل شويه واحط شويه في غساله الاطباق، ما افضلش طول اليوم عماله بغسل. بس طبعا الحمد لله طول ما في مواعين في الحوض وطول ما البيت مكركب الحمد لله يبقى الواحد يعني عايش وفي حياه في البيت والكلام ده، وطول ما الواحد عنده صحه ان هو يعمل الحمد لله يعني. فالمهم انتوا قولوا لي اشتريتوا لبس العيد ولا لا، وهتشتروه امتى؟ انا بنسبه كبيره ممكن انزل اجيب اللبس على الاسبوع الجاي، بس انا مش عارفه بقى اجيبه صيفي ولا اجيبه خريفي. انا مش لاقيه شتوي خالص خالص يعني، وحتى الخريفي يعتبر مش تقيل يعني. الخريفي برضو هيبقى يعني لو الجو سقع زي بالليل زي دلوقتي كده الواحد هيبقى محتاج يلبس جاكيت. انا عيد ميلاد يوسف السنه اللي فاتت كنت ملبساه صيفي، وكنت واخداله شال لما انام وكده، اتغطى بالشال. فانا مش عارفه بقى صراحه، انا كنت لابسه صيفي يعني، كلنا كنا لابسين صيفي. فمش عارفه ان شاء الله الجو على العيد يعني يبقى اتحسن عن كده. عايزه اقول لكم ان انا مستنيه العيد قوي، لان انا بحب اجواء العيد، بس في نفس الوقت مش عايزه رمضان يخلص، لان انا بحب صراحه رمضان ولمه رمضان والنزول بعد الفطار، وبحب قوي الجو ده. يعني الحمد لله على النعمة اللي الواحد عايش فيها بجد. الحمد لله على نعمة الصحة. بجد يعني الوقت ده عايزاكم كلكم تستغلوه، تقروا اكبر قدر من القرآن. يعني احنا ممكن نبقى طول السنة مقصرين في حق ربنا طبعا، بس الشهر ده الواحد بيستغله بقى ان هو يقرب من ربنا قوي، وان هو يعمل اكتر يعني حاجات وعادات ان هو ممكن ينتظم عليها باقي السنة. فانا بحاول على قد ما اقدر يعني. الحمد لله بصلي الفجر حاضر طبعا عشان ببقى صاحية الحمد لله. الحاجات يعني دي عادة من العادات اللي انا كنت مفتقداها جدا، ان انا اصلي الفجر حاضر. كنت ببقى نايمة ومش قادرة اقوم طبعا عشان الشتاء، ببقى متدفية والكلام ده. ممكن مرة او مرتين اقوم، بس طبعا اغلب المرات ما بقدرش اقوم، وده تأثير كبير مني. بس يعني بحاول ان انا اتغلب على العادة دي.
فالحمد لله على الايام المفترجه اللي احنا فيها دي، وان شاء الله ان شاء الله نطلع منها. ربنا غفر لنا ومحقق لنا اي حد يعني عايز اي حاجه ربنا يحققها له يا رب، واي حد بيتمنى اي حاجه ربنا يديها له. هنا طبعا انا بنضف البوتاجاز كل يوم، عشان كان في واحده سالتني وانت البوتاجاز عندك جديد؟ لا، انا البوتاجاز عندي مش جديد، انا بقاله 5 سنين. بس انا عندي هس كده ان انا بحب حاجتي قوي. يعني لو حاجه، يعني لو كوبايه من كوبايتي اتكسرت ممكن اقعد اعيط. انا بحب حاجتي قوي وبحافظ عليها، فتلاقوني طول الوقت ايدي في البوتاجاز، في الميكروويف، في الاجهزه بتاعتي عامه. ولو اي جهاز من عندي باظ ببقى متضايقه جدا، مش عشان فلوسه صراحه، يعني الحمد لله عندي القدره ان انا اشتري يعني. بس انا بحب حاجتي، يعني بيبقى ليها معايا ذكريات، جوازي بقى والكلام ده يعني. انا ما اعرفش، انا من الناس اللي بتحب حاجتها قوي، فلما بحب حاجه بحافظ عليها قوي صراحه. فعلى طول ايدي في البوتاجاز وما بخليوش يعني يتراكم عليه دهون ولا الكلام ده. ومش معنى كده ان انا مش مهتميه بنفسي، لا مهتميه بنفسي يعني وبحط مرطبات على ايدي والكلام ده. بس مش معنى ان انا بعمل شغل البيت او ان انا طول الوقت ايدي في المايه ان انا تبقى ايدي مقشفه، اكيد لا. يعني انا من دلوقتي عماله احضر بشرتي بقى للعيد، وعماله اعمل في ماسكات، وعماله اظبط امتى انزل الكوافير بقى، عشان كده كده دخلت العيد، وبقول لكم عيد ميلاد يوسف. فبرضو بعمل شغل البيت وكل حاجه، بس مش ناسيه نفسي. عايزه بقى ان شاء الله الفيديوهات الجايه انزل لكم بقى كام ماسك كده. عايزه اقول لكم ان انا بشرتي بقت قمر بالماسكات اللي انا بعملها. بس في تركايه كده عايزه اقول لكم عليها، اللي يقدر يعملها لو عندكم حد او تعرفوا عياده او كلينيك يعني بتعمل ديرما بين، روحوا اعملوا جلسه قبل العيد، يعني خلال الايام دي، بحيث ان بشرتكم على العيد تبقى رايقه. انا عملت جلسه ديرما. عايزه اقول لكم ان انا وشي يعني طبعا متبهدل طبعا مطرح الدم والحاجات دي. بس عايزه اقول لكم ان بعد ما الوش بيروق والجروح اللي في الوش دي بتروح لما بتحطي الكريمات طبعا. عايزه اقول لكم انها بتبقى تحفه، وبتخلي الميك اب رهيب. لو انت هتحطي ميك اب عندك مناسبه على عيد الكلام ده، بتخلي البشره حقيقي في حته تانية. فانتوا من دلوقتي يعني خلاص خلصتوا بقى الفطار وغسلتوا المواعين ونضفتوا دنيتكم ولميتوا الدنيا بره وكله تمام، ابتدي بقى اعملي انتي ماسكات في البيت. يعني مثلا هقول لكم على ماسكه حلوه قوي. ممكن تجيبي بياض صفار البيضه، تحطي عليها معلقتين لبن وشويه نشا، سواء لبن باودر بقى او لبن عادي سائل، وحطيها على بشرتك. بس اهم حاجه ما تتكلميش بقى ولا تعملي اي حاجه. انت خليكي قاعده كده لحد ما الماسك ينشف، لان هو بيشد البشره تمام وبينضفها وكل حاجه، بس عشان ما يطلعش خطوط تعبيريه مطرح الماسك، لانه بينشف قوي على البشره وبيشد البشره جامد، فتحسي ان انتي بشرتك كده مشدوده. فاهمين؟ الماسك ده اعمليه مرتين في الاسبوع ل3 مرات على حسب التجاعيد، او على حسب انتي محتاجه تشدي بشرتك قد ايه، يا مرتين ل3. اوكي؟ وبعدها تحطي المرطب بتاعك، وبعدين بقى بالليل بعد ما تصلي الفجر بقى وكده، وتكونوا الولاد بقى ناموا وخلاص ما وراكيش حاجه ومش جايلك نوم، هاتي بقى معلقه عسل وبياض البيضه اللي انت خدتي الصفار بتاعها، وقلبيهم مع بعض كويس قوي، وحطيهم على بشرتك وسيبيهم كده مثلا نص ساعه، وبعدين اغسليهم وحطي المرطب بتاعك وخشي نامي. هتصحي تلاقي بشرتك في حته تانية. بصوا انا هنا بقى طبعا هفني الشوق بالليل كده، قلت لما اعمل لهم قطايف. بصوا طريقتي في القطايف، انا ما بحبش اعمل كميات كبيره من الحاجه عشان ما تقعدش تمام. فحطيت كوبايتين دي، ومعلقه خميره صغيره، ومعلقه بيكنج باودر صغيره، و3 معالق سكر كبار، ونص معلقه سميد. تمام. الطريقه دي ناجحه جدا 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 جدا، وبتطلع القطايف تحفه، مش قادره اقول لكم يعني. وممكن تحطي شويه نشا لو انت عايزاهم ان هم يطلعوا مقرمشين كده، بس ما تكتريش في النشا عشان ما تنشفش منك. وبعدين بقى بتبتدي تزودي ميه بالتدريج لحد ما ناخد القوام السائل. تمام. وبنزود فانيليا عشان تدي ريحه حلوه يعني، بس ما تكتريش برضه عشان القطايف لو هتعمليها حادقه ما تبقاش مسكره. هنا بقى زودت السميد. عايزه اقول لكم ان انا عملت شويه تانيين من غير سميد ما عجبونيش، انا حاسه ان السميد بيظبط القطايف اكتر. زودي ميه عاديه، مش لازم ميه دافيه، يعني ميه من الحنفيه عايزه من الفلتر.
هنا كنت بقى بزود الفانيليا، حطوا شويه فانيليا ما تكتروش لان انتوا حاطين 3 معالق سكر كبار، فما تكتريش في الفانيليا، احنا عايزين حاجه تدي ريحه بس مش اكتر. هنا انا كنت بزود من الكتل، بس الكتل كان بارد يعني ما كانش سخن. فانتوا ما تزودوش ميه دافيه، عادي ممكن ميه من الحنفيه مفيش مشكله. عايزين بقى تعملوها في الخلاط اعملوها، عايزين تعملوها بالمضرب كده عادي براحتكم، الاتنين واحد. بس انا بعد ما عملتها كده حسيت ان هي فيها تكتلات بسيطه. انا اصلا لما بعملها كده بحب ايه اصفيها عشان لو في اي تكتلات او حاجه ما تطلعليش في العجينه. فسواء عملتها في الخلاط سواء عملتها بايدي بحب ان انا ايه اعملها يعني اصفيها، وبتطلع تحفه وزي اللي بتجيبيها من بره وما فيهاش اي حاجه ولا مجهود. اهم حاجه بس انت بتجيبي صينيه او بتجيبي بتاع ده، قولوا معايا هو انا نسيت ليه، طاسه اي حاجه ما بتلزقش عشان انتي مش بتدهني اي ماده دهنيه خالص. تمام، بتجيبي اي حاجه ما بتلزقش بحيث ان انتي ايه تعمليها. وعايزه اقول لكم ان اول واحده انا هنا كده بصفي عشان لو في اي تكتلات او اي حاجه. عايزه اقول لكم ان انتوا اول واحده كده كده ما بتظبطش قوي، يعني اول واحده بتطلع مش ظابطه عشان بتبقى لسه انتي مش عارفه النار ايه دنيتها، فبتوطيها بتعليها فما بتظبطش. فتاني واحده بقى بتظبط معاكي وتبقى دنيا حلو. ثواني يا بابا. هاتي بقى اي حاجه ليها بوس كده زي دي بتاعت اللبن. اي حاجه ليها بوس بحيث ان انت تعرفي تدلقي منها يعني، او ممكن لو عندك كيس حلواني او حاجه تحملي بيه. انا جبت الطاسه الصغيره دي بس انا ما عجبنيش تسويتها بصراحه، ما حسيتهاش بتسوي احسن حاجه. انا بعلي النار قوي، واول ما باجي احط القطايف بقوم مهديه النار مخليها شمعه، وابتدي بقى ان انا اعمل اي حاجه تانية، احضر الحشوه، لو في شويه حاجات في الحوض اعملها اي حاجه، لان هي بتاخد وقت لان انا موطيه عليها فهتاخد وقت في السوا. انا بطلعها امتى؟ لما الاقي البياض اللي فوق ده اختفى خالص، ساعتها بقى ابتدي ان انا اشيلها كده، هي خلاص استوت تمام مش محتاجه اي حاجه تانية. عايزه اقول لكم انها طلعت هشه وطريه وتحفه. اهم حاجه بس تجيبي فوطه وتحطي واللي يطلع تحطيه في الفوطه وتغطيه بحيث ان هي ايه ما تنشفش، وفي نفس الوقت لو كده تطرى معاكي اكتر. قولي للبيبي قولي حاضر حاضر حاضر. بصوا بقى هي نعم يا حبيبي. لما قلت للبيبي قولي حاضر. ماشي يا روحي. فهنا بقى بتطلع الفقاقيع كده، هي بقى كده تمام. نسيت اقول لكم حاجه، معلش يوسف كان بيكلمني. كنت هقول لكم ايه، بعد ما تعملوا الخليط ده سيبوه يرتاح كده نص ساعه او حاجه، لحد بس ايه ما تبداوا ان انتوا تسخنوا الطاسه والكلام ده. انا ما كانش عندي طاسات بصراحه، عايزه اشتري، كل الطاسات عندي بقت ما يعني مش بتطلع احسن حاجه، فعايزه اشتري. فكان عندي الصينيه دي اصلا بعمل فيها كيكه، فالطاسه الصغيره ما عجبتنيش التسويه بتاعتها، حسيتها بتلسع من تحت ما عجبتنيش، فقلت ايه هعمل في الصينيه دي. وعايزه اقول لكم انها طلعت لي تحفه بصراحه، وعجبني التسويه بتاعتها جدا. الفكره ان انا ليه بحط واحده واحده عشان النار انا مهدياها قوي، فعملت واحده واحده علشان كلهم لو عملت كذا واحده يعني مع بعض مش هياخدوا نفس التسويه، فقلت اعمل واحده واحده. طبعا خدت مني وقت كبير بس مش مشكله، اهم حاجه ان هي تطلع مظبوطه وما تبقاش متحروقه من تحت. وطبعا بقى انت بتتحكمي بقى، عايز تعملي كبير عايز تعملي صغير، انت بتتحكمي على قد الكميه اللي انت عايز تعمليها. انا كنت عايزه اعمل كبير وصغير، يعني اعمل حاجتين مع بعض، علشان انا كنت هحشي شويه بالجبنه وهعمل يعني حادق، وشويه هعملهم بقى بالمكسرات وكده. فكنت ما كنتش برضو في نفس الوقت ما كنتش عايزه اعمل كميه كبيره، كنت عايزه اعمل كميه صغيره عشان لو احتجت تاني اعمل، عشان انا بصراحه مش بحب حاجه تترمي، خصوصا ان انا مش هاكل لا من الحادق ولا من الحلو عشان الدايت طبعا. هنا بقى ايه قلت وانا بعمل كده سايباها تستوي على مهلها اعمل الشربات. انا عملت ايه في الشربات بحط كوبايتين سكر عليهم كوبايه ميه وعصره ليمونه وممكن شويه فانيليا، او ممكن تحطي شويه عسل. اللي هو اصلا الشربات بتاع القطايف بيبقى تقيل، احنا بنبقى عايزين يبقى بارد وتقيل، فبنعمله هو والقطايف بتستوي بحيث ان احنا واحنا بنقليها نحط القطايف على طول في الشربات عشان تبقى مقرمشه كده وحلوه.
وتسيبيه يغلي على النار ربع ساعة عشان يتقل. هنا بقى كان عندي شوية سوداني، وكان عندي شوية زبيب وجوز هند. حطيت لي معلقة عسل عشان اربطهم بس ببعض، عشان لما اجي احطهم في القطايف ما يفكوش. تمام. فهنا بقى بقلب عشان ايه يتربطوا بس مع بعض مش اكتر. اي نوع مكسرات عندك، انا ما جبتش مكسرات صراحه السنه دي، الاسعار مبالغ فيها جدا. بصوا بقى التسويه بتاعتها عامله ازاي، وبصوا شكلها رهيبه بجد، عجبتني جدا وبتتشكل بسهوله وطريه. اهم حاجه بس طلعيها على فوطه وسيبيها متغطيه وانتي شغاله عشان ما تنشفش منك. بس هو ده اللون اللي احنا عايزين نوصله، تبقى فاتحه كده وبرده في نفس الوقت مستويه. هعمل معاكم واحدة تانية ممكن تعملوا الطريقة دي، وممكن ان انتوا تعملوها بالطريقة العادية اللي هي تبقى مفتوحة كلها وانتوا تقفلوها، يعني الاتنين ماشي حالهم. اهم حاجة بس تقفليها كويس عشان الحشوة ما تطلعش منها. بس انا بقى هخلص مع نفسي الكمية كلها وبعدين ايه هرجع لكم. انا كده بقى كنت خلصت الكمية كلها، وهبتدي بقى ان انا احط طاسة او صينيه اي حاجه وابتدي نقلي فيها. اهم حاجه ما تحطيش كميه كبيره علشان بس ايه احنا موطين النار، عشان انا عايزاها تاخد لون، بس هي كده مستويه اصلا. عشان الزيت درجه حرارته ما تنزلش، فحطوا كميه صغيره ما تحطوش كميه كبيره. انا مش محتاجاها تاخد لون قوي، يعني انا عايزاها لون عادي جدا. اهم حاجه بس ان انتي تقفليها كويس، تاكدي انها اتقفلت كويس عشان ما تفتحش منك في الزيت. بس هو ده اللون اللي انا عايزاه. هديها لون على الوش التاني، وبعدين الطبق اللي هناك الابيض ده انا حاطه فيه الشربات البارد التقيل، هطلعها من على النار احطها على طول في الشربات. هو انا ممكن تكون الحركه دي غلط، المفروض اطلعها على شبكه والكلام ده، بس انا كنت عايزه انجز وقت لان انا كنت خلاص بقى اليوم بيخلص وانا مش قادره. كنت عايزاهم لما يصحوا على السحور يلاقوا حاجه حلوه يحلوا بيها يعني، فاهمين. بس هنا خلاص طلعتها وبقت تحفه جدا جدا، ورشيت بقى الباقي على الوش ومقرمشه من بره وطريه من جوه. بس ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه. باي باي.